يا جماعة، في حدا يفهمني شو اللي عم بيصير أيام العراق الشعب العراقي صار بده إسقاط صدام حسين. إسقاط حرية حرية. سقط صدام حسين، ترحموا على أيام. بعد ما توفى الزلمة صار بدهم صدام حسين يرجع على البلد ويحكمه. رحنا على ليبيا، بدهم إسقاط النظام وبدهم حرية. وبعد ما مات القذافي صاروا يترحموا على أيامه، كمان بدهم القذافي يرجع. هون اجينا بقى للحنا بنفتخر بحالنا إنه السوريين قاموا الله الله ضد النظام، بدهم اسقاط النظام وبدهم حريه، بدهم اسقاط النظام وحريه. لحتى صار اللي صار. ما راح نلزم نقول احنا ما او ضد، ما دخلنا نحن بالنظام، بس كنا على القليله طائفه ما تتدخل بطائفه. يا جماعه فخار يطبش بعده، ما إلنا دخل بالنظام، نحن عم نحكي كبشر. تغير النظام وبلشوا استفتاحيه باخواننا العلويين بالمجازر اللي صارت بطرطوس، وفاصل ونواصل راحوا لعند اخواننا الدروز، ختامها مسك هن المسيحيه مسك قلبي. وإذا ما في طائفة بتتدخل بحدا، هن المسيحية بيمشوا تحت الحيط وبيقولوا يا رب السترة، لا بنآذيكم ولا بتآذونا. يا جماعة شكله إنه ضايع الطاسة، ما حدا عم يعرف شيء. وهلأ 3/4 الشعب السوري إذا مو كله بالخفي عم بيقولوا إن شاء الله بيرجع زمان لورا، لأن حتى الطائفة نفسها صارت عم تقتل ببعض، سنة سنة، شيعة شيعة، مسيحي مسيحي، درزي درزي. ما صفت طائفة عن طائفة بس، لا. بالأحداث اللي صارت بسقيلية، شو إلكن على أن تروحوا تتحرشوا بالبنات؟ شيء طبيعي إنه واحد يدافع عن عرضه. يا جماعة لمع اسمها نزلتوا تمثال العذراء. تمثال العذراء إن كان رمز إنه حتى بالقرآن مسكورة مريم العذراء، بالديانتين هي مسكورة. يعني كان عم بحضر أنا مقابلة شيخ مسيحي عم يحكي مع خوري، عم بيقول له إنه سوريا للمسيحيين. شو رد عليه الخوري؟ قال له عيب سكوت، سوريا للسوريين. يا ترى في طائفة هيك بتقول؟ جماعة والله حرام، يعني وصلتوا على حرب أهلية. كبروا مخكم بقى، كبروا راسكم. البلد رح تخرب. وبما أنكم عم تترحموا على أيام زمان ولسه ما متوفي، لا حدا يستغرب إنه رح يرجع بسرعة. كل هاي الأمور أكيد مدروسة، وبالنهاية الأقليات لازم تنحمى. كبروا راسكم وخلوا كل واحد على دينه، الله يعينه. لكم دينكم ولنا ديننا. يا جماعة البلد خربت والعالم تهجرت، وما حدا عم يروح ضحية غير اللي عقله صغير. الكبار بين بعض مبسوطين، بيقبضوا مصاري وبيضربوكم بالحشيشة أو بالفتيشة تبعكم.